لو هتدفعي 1000 جنيه أو 2000 جنيه في كبة استني دقيقة واحدة، لأن في كبات سعرها أعلى لكنها مش الأفضل، كمان في أنواع أرخص لكن أدائها ممتاز وتستاهل الفلوس اللي تدفع فيها. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمل مقارنة بين أنواع الكبات، هنبين من خلال المقارنة الجيد والرديء والمتوسط وايه اللي يناسب حضرتك. هتطلعي من الفيديو وانت مقررة انت عايزة تشتري ايه بالظبط. المقارنة بكل حيادية وكل شفافية، انا ماليش علاقة من قريب او بعيد بالشركات المنتجة والحاجات ديت، انا بعمل مقارنة من خلال خبرتي المتواضعة ومن خلال تجارب الناس. فيلا بينا نخش على الفيديو ونبدأ على بركة الله. ولكن قبل البداية لايك وشير، لو عندك سؤال اكتبيه في التعليقات انا هرد عليه ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. هنرتب الكبات من الأقل سعرا والأقل جودة للأعلى سعرا والأعلى جودة. يلا بينا. بيجي معانا في المركز السادس الأنواع اللي هي من فريش وسكاني، ديت أنواع تصلح للاستخدام العادي والمتوسط. في الصورة اللي قدام حضرتك دي كبة فريش 700 واط 2 لتر 3 سلاح، ما بيكونش معاها اي مرفقات تانية لكنها جيدة. انا عن نفسي جربتها في تقطيع اللحمة وتقطيع الخضار فوق ممتازة، رغم ان هي اقل جودة، يعني موتورها صغير شوية لكن فيها بعض المميزات. السلاح بتاعها غير قابل للصدأ، الدورة بتاعها كبير 2 لتر، الموتور بتاعها قوي الى حد ما اللي هو 700 واط الموديل CH 700. 2 لتر كافي لعمل اي، يعني لو في أسرة مثلا 5 أفراد إلى 10 أفراد 2 لتر كافي يعمل كل حاجة ليهم، ماهيش صغيرة ولا حاجة. وفي نفس الوقت الموتور متوسط يعني 700 واط، حاجة كويسة مش ضعيف قوي. ودي تعتبر من الأنواع الشعبية أو الأقل جودة. لو هتكملي معانا الفيديو هتشوفي حاجات هتتفاجئي بيها. ويلا بينا نكمل. في نفس المرتبة وفي المركز السادس كبات سكاني. الصورة اللي قدام حضرتك ديت لكبة سكاني، الوعاء بتاعها من ستانلس ستيل 5.5 لتر، طبعا ده كبير، والموتور 1000 واط، سعرها حوالي 1700 جنيه. انا مش عارف، كنت قلت على كبة فريش اللي هي 2 لتر سعرها 1300 جنيه حاليا. فديت علشان الوعاء بتاعها اكبر وعشان من الستانلس وعشان الموتور 1000 واط بتعمل 1700 جنيه، ودي تستاهل. وطبعا دي برضو من النوعيات الشعبية، بتيجي مع فريش في المركز السادس. بتتميز عن فريش ان هي فيها 3 سرعات. ودي كمان كبة سكاني بس سعرها 3500 جنيه علشان الموتور بتاعها كبير 2000 واط، والدورة بتاعها كمان كبير خالص 10 لتر. نيجي بعد كده للمركز الخامس، وهو بيجي فيه من الشركات اللي بتحتل الترتيب ده من حيث الجودة والأداء والضمان والمرفقات والحاجات ديت. بيجي ميانتا وبيجي تاتش. معانا صورة دلوقتي لكبة تاتش، بيجي معاها القطع بتاعة المنبار والكرشة ودي حاجة كويسة، وبيجي معاها القطعة كمان اللي بتقشر التوم ودي حاجة برضو كويسة. الكبة بتيجي 700 واط وبتيجي بسرعتين. الدورة بتاعها 2 لتر، سعرها 1600 جنيه النهاردة. احنا بنعمل الفيديو في اوائل شهر يوليو، شهر 7 2026. بيجي معانا كمان في المركز الخامس الكبات اللي هي من نوع ميانتا، بس ديت صغيرة وامكانياتها متواضعة شوية. دي كبة 1.5 لتر 450 واط، يعني الموتور صغير ودورة كمان صغير، كمان سعرها على قد الايد يعني 1100 جنيه النهاردة.
ودي كبة ميانتا لكن موديل تاني. الكبة 500 واط والدرع بتاعها 2 لتر. رقم الموديل بتاعها CH 2373 8A، اسود شفاف. السعر 1500 جنيه. نيجي بعد كده للمركز الرابع معانا، وبيجي في المركز الرابع الكبات اللي هي من نوع كبات ميانتا برضو، لكن من النوع اللي الدورق بتاعها زجاج، وبيكون الموتور بتاعها كبير يعني 800 واط فما فوق. ديت تحتل المركز الرابع. انا للاسف ما معيش صورة ليها، لكن حضرتك لو سألتي على كبة ميانتا من اللي هي الدورق بتاعها زجاج مش بلاستيك، بتكون اجود واعلى بكتير من اللي نوعها بلاستيك. نيجي بعد كده للمركز الثالث، وبيجي في المركز الثالث من حيث جودة المنتج ومن حيث كفاءته وتوفر قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع، اللي هو تورنيدو. تورنيدو يا حضرات متفوق جدا في خدمة ما بعد البيع والضمان، وكمان سعره يعتبر قيمة مقابل سعر، وكمان منتجات كويسة مش ضعيفة ومش وحشة. فديت وكمان مسمعة في السوق المصري، يعتبر هي أشهر حاجة هي وفريش، رغم ان فريش متصنف في المركز السادس، إلا انه مش وحش كويس، وهو الأكثر انتشارا كمان من تورنيدو. طيب نشوف كده الصورة اللي جاية ديت كده لبعض الموديلات تورنيدو. دي كبة تورنيدو 400 واط 1.5 لتر. رقم الموديل CH 400 B، أبيض منه وأحمر. سعرها 1450 جنيه النهاردة. ودي كبة تانية تورنيدو لكن موديل مختلف، 400 واط 1 لتر. رقم الموديل CH 400 BML، أبيض. السعر 1490 جنيه النهاردة. بيجي معانا بعد كده في المركز الثاني من حيث الجودة والضمان وتوفر قطع الغيار وقيمة مقابل سعر مولينكس. ومعانا صورة لبعض الموديلات اللي متوفرة من مولينكس زي الصورة دي كده يا حضرات. دي كبة مولينكس 800 واط ربع لتر يعني 250 ملي. رقم الموديل بتاعها AD 5601 EG، أبيض. السعر بقى غالي شوية 1700 جنيه النهاردة. نيجي بعد كده لآخر حاجة معانا في الفيديو بتاع النهاردة، وهو الكبات اللي في المركز الأول من حيث التدقيق والتشطيب الجيد في كل شيء، وعمل كل قطعة فيها بدقة، العمر الطويل، الجودة، قطع الغيار، كل حاجة يعني زي ما بيقولوا كاملة الأوصاف. إلا إنها مشكلتها الوحيدة إن سعرها غالي كتير عن المنافسين اللي هو تورنيدو ومولينكس، لأن دول بيجوا في المركز الثاني والثالث بعدها، بس هي سبقاهم في السعر بمراحل. اخترت لكم بعض الموديلات منها زي الموديل اللي معانا في الصورة دي يا حضرات. كبة كينود 500 ملي يعني نص لتر، 500 واط بقوة الموتور. رقم الموديل CH B 62 700 SI، لونها فضي. السعر بقى زي ما قلنا سعرها غالي شوية 3200 جنيه. ودي صورة للدورق بتاع الكبة، ودي صورة تانية للكبة. هختار لحضراتكم كمان موديل من موديلات كينود ونشوف صورته مع بعض. وده موديل تاني من كبات كينود 500 واط 500 ملي يعني نص لتر، سرعتين.
الموديل CH B61 100WH. دي سعرها يا حضرات 2200 جنيه اليوم. الخلاصة يا حضرات، لو عايزة تشتري كبة استثمار العمر الطويل، حاجة لو انت عروسة وبتجهزة وعايزة حاجة تعيش العمر كله، يبقى عليكي وعلى كنود. طيب لو عايزة حاجة ممتازة وقوية ولها ضمان وقطع غيار متوفرة لكن سعرها حنين شوية، يبقى مولونيكس وبعدها تورنيدو. طيب عايزة حاجة تمشي الحال، شغل متوسط شغل خفيف وفي نفس الوقت قطع غيارها متوفرة ومنتشرة في السوق وشغالة وكويسة، يبقى عندك ميانتا وبعدها ميانتا اللي هي البلاستيك، وبعد كده الفريش والسكاني بيجوا في المركز السادس زي ما اتكلمنا في اول الفيديو. انا لغاية كده انا خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت وشير، لو عندك سؤال اكتبه ايه في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.